ملف البريكس كبير وكل فترة بيظهر لينا تفاصيل وقصص جديدة وكواليس أكتر. أمور كتيرة بتحصل بعد دخولنا البريكس وتساؤلات أكتر زي إيه السبب في زيارة الكونجرس لمصر. الزيارة دي كانت مؤخرا من كام أسبوع كده، وهي الجايزة الروسية اللي روسيا هتديها لمصر، وهل كل ده ليه علاقة بانضمام مصر للبريكس ولا لأ؟ كمان في كلام بيقول إن الدول الغربية بتحارب الدول اللي في البريكس، أو بمعنى أوضح اللي انضمت ليه جديد زينا كده. وزي ما قلنا قبل كده في المراية، ملف البريكس قوي، والتحالف ده نفسه مش سهل ولا ضعيف، ووراه قصص وحكايات كتيرة. من غير ما نطول في المقدمات تعالوا ندردش مع بعض ونعرف إيه هي الحكاية. إحنا هنا مش بنعكس الكواليس لكن بنتعمق في الحدث وبنقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. في البداية وإحنا بنبدأ حلقتنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نقول الخبراء قالوا إيه عن زيارة الكونجرس لمصر. من فترة زار وفد من كونجرس مصر، وكان الهدف من وراء الزيارة هو إنه يأكد على تقوية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وده عشان حصل تغييرات جديدة دخلت على العلاقة بين البلدين، وفي توقعات كمان بإن مصر ممكن تخرج بره السيطرة الأمريكية حتى لو بشكل جزئي، زي إن مصر نوعت في مصادر سلاحها، وده بعيد عن أسلحة الولايات المتحدة. بس ده ما ضايقش أمريكا قوي، اللي ضايقها فعلا هو إن مصر انضمت لتحالف البريكس، وده عشان البريكس هدفه إنه يقلل من هيمنة الدولار، وده طبعا يضايق أمريكا. فالزيارة دي كانت عشان وفد الكونجرس يقول إن مصر لسه معانا ومش هتستغنى عن الدولار. مصر قدرت تخلق وسيلة ضغط على الإدارة الأمريكية. إزاي يا ريس؟ لو الكلام ده فعلا صح وسبب الزيارة كان عشان يأكد على تقوية العلاقات، فده معناه إن مصر قدرت إن هي تخلق وسيلة كويسة جدا وعرفت بيها تضغط على الإدارة الأمريكية زي ما عملت مع روسيا قبل كده في صفقة السخوي 35. مصر ساعتها أجلت الصفقة وما قالتش السبب الرئيسي لتأجيلها، وكان في اختلاف في مواصفات الرادارات الموجودة في الطيارة عن النموذج الأصلي، وده كان بسبب نقص الشرايح الإلكترونية. ساعتها الموضوع ما وقفش عند إن مصر أجلت الصفقة وبس، لا دي دخلت في مفاوضات مع البنتاجون عشان تاخد مجموعة من الصفقات التانية مقابل إن هي تستغنى عن صفقة السخوي. وهنا روسيا قررت إن هي مقابل تنازل مصر عن صفقة السخوي إن هي تحدد ميعاد لإتمام صفقة المقاتلات الأمريكية، ودي أكتر نسخة متطورة من مقاتلات الإف 15. كمان البنتاجون موافق على دخول المقاتلات دي لخدمة القوات الجوية المصرية، ودخول الطيارة الهليكوبتر الجديدة لمصر في 2026. بكده نقدر نقول إن مصر فعلا بدأت إن هي تغير من طريقة تعاملها مع البيت الأبيض، وقدرت يكون ليها رأي قوي معاه. إيه علاقة البريكس بقى بكل اللي فات وكل اللي إحنا بنقوله؟ البريكس قام بتوسع كبير خلال الفترة اللي فاتت، وده من الطبيعي إنه ضد المصالح الأمريكية والغربية بشكل عام، لأن لما يكون في دول كتير تحت النفوذ الصيني والروسي ده بيزيد من قوة التحالف ضد أمريكا. وفي حالة لما الدول اللي منضمة للتحالف تحقق مكاسب اقتصادية من وراء التحالف ده، كده ممكن إن هم يتخلوا عن أوراق الضغط الأمريكية بالكامل، ومن أهمها المعونات اللي بتدير واشنطن. كمان لو دول بريكس قررت إن هي هتتعامل في المعاملات التجارية بالعملات المحلية بشكل كلي، فده برضه هيأثر على الطلب العالمي للدولار، وزي ما احنا عارفين إن الدولار هو اللي مخلي أمريكا مسيطرة على اقتصاد العالم. كده من غير الدولار أمريكا ولا حاجة. الصين بقى بتستغل الدول المنضمة للبريكس. في كلام حوالين إن الصين هتستغل شعوب الدول المنضمة للبريكس، واتقال إن الصين هتدخل استثماراتها جوه البريكس، لكن عوائد الاستثمارات دي هتكون للمسؤولين مش للشعوب. لكن الكلام ده مش صح، لأن في دليل بيثبت إن الكلام ده مش صح، وهو إن المدينة الاقتصادية في قناة السويس بتضم تجمع للشركات بشكل كبير، وتعتبر من أضخم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وصل الاستثمارات فيها ل1.6 مليار دولار، ده غير الحصيلة الضريبية على المدينة الصينية من وقت بداية تشغيلها لحد دلوقتي وصلت ل1 مليار دولار. كمان المدينة الصينية وفرت حوالي 5000 فرصة عمل مباشرة، وأكتر من 50,000 فرصة عمل غير مباشرة. فالكلام اللي اتقال على إن الاستثمارات الصين لحد دلوقتي بتثبت عكسه، وده بالمنطق والدليل والعقل كمان.
المنطقة الصناعية الروسية وضعها إيه بقى على أرض مصر؟ روسيا قررت إن هي تبني مدينة صناعية على أراضي مصرية، ودي هتكون أول منطقة صناعية بره حدود روسيا. المدينة هيتم إنشائها في السخنة وشرق بورسعيد. ونيجي للجزء اللي يهمنا كلنا وهو الجزء الاقتصادي، أو بمعنى أصح الفلوس والاستثمارات المتوقعة. اتقال إن المدينة الصناعية دي هتكون في حدود 3 مليار دولار، يعني هتدخل لنا الرقم ده، وده كبداية يعني هتبتدي بال3 مليار دولار، يعني بنتكلم في رقم يعتبر كبداية كويس. الكلام ده هيعود بشكل كويس على الاقتصاد المصري وهينعش الدنيا معانا أكتر من اللي احنا عليه حاليا. هدف الوزارات المصرية من الانضمام لتحالف البريكس إيه هو بقى؟ مصر عايزة من انضمامها للبريكس إن هي تزود من التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، ودي حاجة كأولوية لوزارة التجارة والصناعة. كمان وزارة المالية بتسعى إن هي تجيب تمويلات ميسرة للبلد في مشروعات التنمية الخضراء أو غيرها. ووزارة التجارة والصناعة بتعمل دراسات تفصيلية بالنسبة للانضمام للبريكس، ومن المفروض إن الخطة دي ينتهوا منها قبل نهاية السنة. كمان بيستهدفوا إن هم يزودوا من التبادل التجاري في الصادرات الصناعية والخدمية، وإيه اللي ينفع يتم تبادله من السلع والخدمات مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية. وبالنسبة للتبادل التجاري بين مصر وبين دول التكتل، فده بيقدر بتلت حجم تجارة مصر مع دول العالم، وده بناء على بيانات صندوق النقد الدولي. عايز أقول لك إن السياسة المالية لمصر مش هتتغير بعد انضمامها للبريكس، بس الهدف هيكون إن هي تحصل على استثمارات ميسرة للمشروعات صديقة البيئة، يعني مشروعات تسمح بإعادة التدوير، وده بالإضافة لعدد من المشروعات التنموية زي الكهرباء والمية والصرف الصحي. لكن وزارة التعاون الدولي رؤيتها مختلفة شوية عن وزارة المالية، وقالوا إن الهدف من الانضمام للبريكس مش تمويلي في الأساس، لأن مصر انضمت بالفعل على بنك التنمية الجديد من شهور، وحققنا الهدف التمويلي والاحتياجات التمويلية اللي عايزينها. لكن قالوا إن أساس الانضمام هو تنسيق السياسات التجارية والتنموية الدولية بين دول الجنوب. زي ما قلت لكم ملف البريكس واسع وكبير، وكل شوية بيظهر لنا حاجة جديدة، وخليكم عارفين إننا هنفضل نعكس لكم كل حاجة صح إن شاء الله في المراية، لأن هي من الآخر مش بتتجمل، لكن بتعكس الحقيقة اللي قدامها. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.